وفي ليالي الشتاء العصيبة الاهلي مش هيسيبك لوحدك. هو الاهلي لازم يعايد عليك، والاهلي لو ما عيدش عليك مين هيعايد عليك؟ ابوك وامك مثلا؟ لا، الاهلي عايد عليك. قعدت طول الماتش، طول الشوط الاول عمال تشوط في نص الجون، في نص الجون، في نص الجون. ايه يا راجل؟ ايه يا راجل؟ مش حافظ غيرها؟ جربوا اي حاجه جديده. طبعا احنا مش نستاهل نخسر، احنا نستاهل نتباد. لاول مره في التاريخ الاهلي بيخسر من الترجي على ملعبه. كل الارقام القياسيه بتتحقق. الصراحه انتوا جيل يستاهل، انتوا فريق يستاهل. بندفع ضرائب حاجات كتير قوي، ولكن احنا نستاهلها الصراحه. خروج مشرف النهارده. طبعا كل الفرق المصريه، بيراميدز بيخرج، المصري بيخرج، طبعا من بكره الزمالك. انا اتمنى ان هو يتاهل، يبقى اي حاجه. منظرنا وحش، واحنا الصراحه اخر فتره فاتحين قوي يعني. فاحنا محتاجين الصراحه ان احنا اي حد يعمل اي حاجه، لان منظرنا بقى بايخ قوي. الاهلي كلمه سيء دي شويه. موسم صفري، ولا دوري ولا دوري ابطال افريقيا، ولا كاس، ولا اي نيل على دماغك. كل البطولات خرجت منها. يستروب انت مش مفروض تطلع تركب الاتوبيس حتى مع الفرقه يعني. مفروض تاخد عربيه، ومن غير عربيه اركب حمار واطلع على المطار على طول. ده اقل واجب نعمله معاك. هتقول لي شرط جزائي، اقول لك اللي حط له الشرط الجزائي هو اللي يدفعه له. النادي الاهلي بيخرج خروج مشرف، يليق بينا، يليق بتاريخنا. خسرنا 3-2 على ملعبنا، وخسرنا 1-0 في رادس. بصراحة برافو. يعني بن شرقي، زيزو، وإمام عاشور. كفاية يا جماعة. وأي حد بنفكر نجيبه من الزمالك ده درس نتعلمه. كفاية يا جماعة، كفاية. أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا، مش عايزين نبقى من الزمالك تاني. آه، الواحد تعب قوي 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 من الكلام. بس بكرة عندنا حلقة فيها كلام تاني بقى. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان بكرة كلام تاني.